رحم الله أبا يرحم الله عمر. اسمعوا ماذا حدث لعمر من امرأة مسلمة. عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوءة يجد نارا في ظلام الليل تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والناس نائمون. يرحم الله عمر يحلب شياه اليتامى ويرقع ثياب الايام. هذا هو عمر يمشي بالليل والناس نيام، سيجد امام النار امرأة حولها اطفالها فيسألها ما هذا الذي على النار يا أمة الله؟ فتقول له قدر فيه ماء وفي الماء حصى اضعه على النار حتى اخدع الصبية فيناموا. فيسألها عمر مما تسكينا؟ فتقول له الله الله في عمر، الله في عمر، وهي لا تعرف من تكلم. يا لنار أضرمت في الأضلع أحرقت قلبي وأجرت مدمعي، بيننا الله وبين الأصلع، ها أنا من فرط جوعي لا أعي، بين نوح وصياح وأنين. فيقول لها وما ذنب عمر؟ قال يا أماه من أدرى عمر بك؟ قالت ذاك أدهى وأمر. فتقول له أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ويل عمري كيف يرعى وينام، ليس هذا من قوانين الأنام، من سهى عن نوقه جنح الظلام، يتولى رعيها راعي الحمام. كل هذا وعمر يسمع، والكلام يدخل من اذنه فيطرق مجال القلب فيستقر في القلب فيتمكن في القلب ان يتمكن. ولم يستطع عمر بعد ذلك صبرا، فاخذ عبد الرحمن بن عوف وذهب به الى وزارة تموينه وحمل جوالا من دقيق على ظهره وقال لحارس الخزانة احمل علي. قال له عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال بل احمل علي. قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال عمر ثكلتك امك، بل احمل علي. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. قال هل منكم فتى يحمل الأوزار عني يا أخي، يوم يؤتى بي لرب العالمين. يحمل الدقيق على ويمشي على الارض وبيده اليمنى سم وعسل، ويذهب الى ام اليتامى ويجلس امام نار الدنيا. رحم الله أبا حفص عمر وسقى بقعته صوب المطر، فلقد أبصرت أسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر، وهو مهتم بإنضاج العجين. يجلس أمام
الدقيق على السمن والعسل ويضع امام الاطفال وبيده الشريفة يطعمهم مما صنع، فتنظر ام اليتامى اليه وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق انك احق بالخلافة من عمر. انت اولى من امير المؤمنين، انك احق بالخلافة من عمر. رحم الله ابا حفص عمر. فيقول لها عمر: يا أمة الله، إذا كان الغد فأتي إلى عمر فسوف أكلمه بشأنك، وينصرف. ولكنه لم ينصرف إلى إحدى استراحاته، إنما انصرف ليستخبئ ويختفي وراء صخرة. يقول له عبد الرحمن: البرد شديد يا امير المؤمنين، هيا بنا. فيقول له عمر: والله لا اغادر مكاني هذا حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. رحم الله ابا حفص عمر. قال عبد الرحمن: ذهبنا لنصلي الفجر، فوقف عمر يصلي امامه لانه خليفة المسلمين. قال عبد الرحمن: والله الذي لا اله غيره لما استطع ان اتبين قراءة القرآن من عمر في صلاته لشدة بكاء. عمر الفاروق رحم الله أبا حفص عمر. رحم الله أبا عمر الفاروق ذي القدر المكين، صاحب الدرة ثاني الراشدين، من به الله